انتصار الجزائر والتأكيد بأن قفطان بأنه جزائري، وبأن الجزائر هي الأصل والمغرب هو التقليد، وبأن المغرب كان يحاول سرقة التراث الجزائري. قلنا لكم بأن العلويين لقطاء ووافدين داخل المنطقة، فقط لقطاء يعلمون جيدا منذ البداية دراسة الموضوع منذ البداية. واخا كان المشا قال لك بأن فيه أخطاء وقد ارتكب يعني بن سعيد وزير ديال الشباب أخطاء وغيرها، وكان يجب ويجب 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 ويجب. لا انتم وضعتوا كل كذلك المعطيات ديالكم، وكذلك وضعتوا كل الأدلة في محاولة إلى أنكم تنافسوا، كذلك تأكدوا بأن عندكم تراث داخل المنطقة، وبأنكم سابقين على الجزائريين داخل المنطقة، وبأن المخزن والعلويين هما الأصل، وبأن ما يتبقى كله فقط تقليد ما يتم كشف عليه إلى حدود الآن. لا صحراء غربية، لا قفطان، لا خريطة ديال التحميس، لا حتى شي حاجة. أي ملف دخلتوا ليه إلا وتدخلوا في حق مباشرة، أي ملف تتنخرطوا فيه مع كذلك مع الجزائر إلا وتتلقوا ضربات ثقيلة جدا. ويؤكد دائما الجزائري بأن الوجود ديالو المادي تاريخيا كدولة وكسلطة سابق على مدى حتى على ما يتعلق كذلك يعني بما يتعلق كذلك يعني ما بعد الإسلام بطبيعة الحال، سابق على ما يرتبط كذلك ببناء سلطة أو وجود سلطة سياسية ذات طبيعة إسلامية أو تعتمد على الشرعية ديالها على البعد الإسلامي، بأن الجزائري كان سابق في التراث، سابق كذلك فيما يتعلق بالحضارة، سابق كذلك فيما يتعلق يعني بتكوين وتنظيم الجيوش، سابق كذلك فيما يتعلق كذلك بالغزوات، سابق كذلك بالفتوحات الإسلامية. كانوا يسيطر الأغلبية ديال الدول التي شهدتها المنطقة المغاربية بشكل عام كان فيها دور اللي هو كبير جدا في تأسيس مجموعة كذلك من الحضارات المختلفة والدول المختلفة. من طرف الجزائريين دائما تجد الجزائريين ديال الشرق، الجزائريين ديال الجنوب، أو كذلك الموريتانيين أو التونسيين. وكانت فقط فترات اللي هي قليلة وضعيفة عموما اللي كانت فيها حضور حتى العلويين اللي بالمغاربة بالمناسبة. ولكن نتحدث على هذه المسألة لطالما كان الشعب المغربي هو شعب فقط تابع يا إما للمغرب الأوسط أو كذلك المغرب الأدنى، أو تابع للحجاز بالمناسبة تابع للحجاز. ولكن المغاربة لم يشكلوا بأي شكل من الأشكال دولة اللي هي مدى يعني انطلقت من يعني كانت تتواجد، خاصة نتحدث عن ما بعد الفتوحات بطبيعة الحال، بأنها تتواجد كبنية ثابتة من طرف المغاربة، وبأنها فعلا استطاعت الصمود، وكذلك بأن تكون بنت المنطقة وكذلك تنتمي إلى المنطقة، طالما كان التونسي والجزائري والموريتاني هما اللي حدوا المصير ديال هذه المناطق هذه. فهذا جزء اللي هو مهم جدا. احنا دابا عندنا اليوم القفطان تم الانتهاء منه بشكل هو نهائي. هذا يعتبر اليوم بأنه كذلك تأكيد بأن التراث الجزائري هو سابق على التراث المغربي، والمغربي كان فقط يقوم بشكل هو كبير سواء في تنظيم الجيش، سواء كذلك في اللباس، في التجارة، في كذلك في المعارف وغيرها كذلك من الأمور. لم يتم تسجيل مجموعة كذلك من الأسماء أو كذلك يعني ما يتعلق كذلك بفلاسفة كبار أو كذلك عظام أو كذلك ما يتعلق بناس كتب الاسم ديالهم يعني من ذهب التاريخ ديال المنطقة بطبيعة الحال. لم يتم تسجيل أي نوع من أنواع ديال الحضارة المتقدمة والمتفوقة، ولكن تم تسجيلها على المستوى الجزائري وكذلك على المستوى التونسيين والجزائريين بشكل هو أكبر، خاصة فيما يتعلق بالمعمار وبالحضارة. فينتهي اليوم غادي بطبيعة الحال هناك كذلك معركة أخرى خلال أعتقد هذه السنة والسنة المقبلة لا أتذكر، فيما يتعلق كذلك بالطلب ديال كذلك تسجيل الزليج وتأكيد بأن الزليج هل هو جزائري أو مغربي. غادي نشوفوا كذلك ما يتعلق بالوثائق وكذلك ما يتعلق يعني بالأدلة والمعطيات اللي غادي يقدمها المخزن وكذلك الجزائر. ولكن إلى حدود الآن دائما في المواجهات القانونية ينتصر الجزائري على المغربي في كافة كذلك النزاعات الدائرة داخل المنطقة. المغرب قال لك خليه تراث مشترك، لاش تخليه تراث مشترك هو جزائري؟ لا، واخا هما كانوا طلبوا قالوا بأنه نخليوه تراث مشترك، قال لهم الجزائري لا، هذا تراث جزائري وليس بمشترك. قال المخزن لكل المغاربة قالوا لهم بأنه فشلت الجزائر، وكان النقاش ليس على الملف وليس على الأدلة التاريخية وليس كذلك على ما يتعلق كذلك يعني باللباس التقليدي
او الاصول ديالو، البدايات ديالو، اين انشئ، من هو كذلك البلد اللي هو عموما اللي هو كذلك يعني المسؤول على هذا عموما هذه الحرفه او كذلك هذه الصناعه التقليديه والتابعه للتراث وغيرها كذلك من الامور. ولا فقط الملف كان نقاش على الصوره. تلك الصوره استعملها المخزن على المستوى الاعلامي بان الجزائر فشلت في اثبات ان القفطان جزائري، لان القفطان قال لك بانه مغربي، وتم ماذا؟ تم يعني سحب الطلب او كذلك عدم النظر في الطلب. واخا اليوم في الموقع الرسمي ديال اليونسكو، اول موقع رسمي ديال اليونسكو، توضع الصوره ويؤكد بان القفطان هو جزائري. يلا شنو تقولوا دابا حاليا؟ شنو هو النقاش؟ كي غادي تبرر هذا دابا حاليا؟ تبرروا فقط الفشل ديالكم، وكذلك تتبرروا تتحاولوا دائما بانكم تجاهلوا ما يتعلق بالفشل ديالكم امام الجزائريين وامام كذلك الجزائر، بالاضافه كذلك الى انكم عموما تحاولوا تقوموا ب يعني البروباغندا وتمرير الاخبار اللي هي مزيفه او مضلله او تجاهل حتى كذلك نقل الخبر او كذلك يعني تنوير الراي العام المغربي علاقه بهذه المساله. فهذه كانت احد المعارك كذلك الساخنه، خاصه انها ترتبط بتراث ومعروف بطبيعه الحال بالنسبه للمغربيات وكذلك الجزائريات بانهم عموما على المستوى كذلك ديال اللباس التقليدي بانهم يعني يعتبر القفطان من احد اهم كذلك الالبسه التقليديه بالنسبه لهذا الشعبين.